الفترة اللي جاية هي فترة اللعب على الشاشة بالنسبة لي، يعني إيه هنلعب على الشاشة؟ الشاشة دي هتبقى جزء كبير جدًا في شرح الجرافيك الفترة اللي جاية بالنسبة لنا، سواء اللي أنا هاكمّل على المنصة أو هاكمّل على قناة اليوتيوب، يعني بمعنى الفترة اللي جاية ممكن تلاقيني اللي أنا باحط تصميمات قوة وابتدي اللي أنا أطلّع الأخطاء لو كانت تصاميم مش بنسبة 80% أو بنسبة أكتر من 50% AI، ولكن لو بنسبة أقل من 50% ساعتها إحنا هنبتدي إن إحنا نحطها على الشاشة ونطلّع الأخطاء بتاعتها. الفترة اللي جاية هنبتدي إن إحنا نشرح أدوات الذكاء الاصطناعي على الشاشة، ما حدش عملها قبل كده أهو، ولأول مرة بإذن الله على الشاشة هنبتدي إن إحنا نشرح حاجات كتيرة خاصة بالذكاء الاصطناعي، لازم المحتوى بتاعنا لازم اللي هو يتغير، الفترة اللي جاية لازم نكون عارفين ومتأكدين إن الAI جزء لا يتجزأ من شغلنا، اللي هيقول لك والله يا جماعة الذكاء الاصطناعي لا يعطي روح للتصميم، كلام كتير جدًا كتير جدًا بيتعلق لي في الحوار ده، الكلام ده كله غلط. التصميم دلوقتي مُعتمد بشكل كبير جدًا على الAI، لو أنت عِشت في زمن المكالمة يعني مثلًا إيه، والله أنا عايز أبعت لواحد أقول له عامل إيه، أروح أبعت له دلوقتي أكتب له رسالة وأروح أبعتها تليجراف واستنى البوسطة واستنى يقول لي الحمد لله بخير. الكلام ده خلاص مش موجود، دلوقتي لأ، لازم نواكب الحاجات الجديدة، دلوقتي طلع لك حاجة اسمها النانو بنانا مثلًا يعني تقنية النانو بنانا دي تقنية حلوة أوي طالعة بتحسّن جودة الediting، يعني مثلًا إحنا كنا زمان من سنة بالضبط كان إحنا عشان نركّب الدماغ على جسم ونضبط بقى إيه، الجسم بقى على الحاجة اللي إحنا عايزين نعملها مثلًا بدلة، لازم نعمل حوارات ومنظور، حوارات كتيرة، دلوقتي عندك تقنية اسمها النانو، لو أنت مش بتستخدمها يا عم غور براحتك، استخدم اللي أنت عايز تستخدمه، أنت هتقعد 10 ساعات، والله أنا عايز أقعد 5 دقايق، أنا عايز أقعد 5 دقايق، فبراحتك، أنت فاهم الفكرة؟ فالفترة اللي جاية الAI جزء لا يتجزأ من شغلنا. هنبتدي الفترة اللي جاية هنشرح على الشاشة، أنا هاشرح على الشاشة، هاشرح أفكار كتيرة جدًا على الشاشة، عايز الفترة اللي جاية إحنا نبني محتوى وأفكار جديدة على الشاشة، كل الناس عملت screen record لكن ما فيش حد عمل اللي هو يشرح الجرافيك على الشاشة، هتبقى إزاي؟ يعني إحنا هنعمل إيه؟ إيه اللي إحنا هنعمله على الشاشة؟ بإذن الله الفترة اللي جاية هنعرف، يا ريت بس تشتركوا في القناة وتتابعوني، سلام.